لما اروح الم حاجتي عشان اروح اسمع مباراة السوبر ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك هيحط على الاهلي، الزمالك هيفترس الاهلي، الزمالك هيفوز بسكور، الزمالك هياخد البطولة من الاهلي، الزمالك نوها لك المرة دي اهلي انت وكولر، الزمالك مش هيخلي حد على عامة خالص، الزمالك بطل القرن الحقيقي، الزمالك بطل القارة، الزمالك بطل الدوري، الزمالك بطل العالم، الزمالك ما فيش منه، سنظل اوفياء يا اهلي. هروح الم حاجتي عشان الحق السوبر، هروح الحق القطر وبعد كده اروح الحق الطياره على طول. يا ابني الزمالك مين؟ ده الاهلي فايز عليكم كتير، وبعدين فايز في الدوري، وفايز في افريقيا، وفايز في كاس مصر، كاس الرابط سيبك منه، وبعدين كاس العالم، كاس العالم صعب جدا بنقابل فرق اوروبيه، فايز في كاس العالم مش عاتق طالع من التراب، كان يلعب ريال مدريد ند بند، اللي انت غزل المحله بتهزمك، فاركو بتهزمك، اسوان بتهدمك، مش عارف تتعادل مع المقاولون تتعادل معاه. شوف انت يا ابني بيحطوك مقارنه مع الاهلي مش عارف ازاي، وبعدين انت كده انسحبتوا من كاس السوبر خايفين من الاهلي. ازاي دي ده انا كنت عامل حساب الماتش الاهلي والزمالك من الاسبوع اللي فات عشان اروح الامارات اشجع الزمالك، يروح ينسحب لي، بس سنظل اوفياء. بس ايه السبب الانسحاب يا بابا؟ والاسباب اقول لك على اول سبب خايفين من كهربا، ثاني سبب خايفين تاخدوها سكوب من الاهلي، ثالث سبب خايفين من الاهلي نفسه يتحط عليكم، رابع سبب هتلعبون بزيزو وسيف الدين الجزيري وعبد الغني وعمر السيسي، ولا كان عمر السيسي دي فرقه كلها عطلانه يا ولدي. انت احسن حاجه تروح تشجع بيراميدز هيقابلنا دلوقتي. يا بابا كهربا مين اللي نخاف منه ولا اهلي مين؟ يا ما انت الهلال فاز عليك، سان داونز اداها لك 5، الهلال فاز عليك 1-0، الريال فاز عليك 4، يعني ما تتكلموش تاني، المفروض ما اسمعش بوق الاهلاوي خالص، المفروض ما اسمعوش يعني. ابو عارف ما تتكلم نص كلمه تاني لا موتك، هفش غلي كله فيك، هفرمك خالص، هفرمك، تعالى افرمك، خلاص يا بابا خلاص.